اهلا شباب، اكيد فاكر المره الاولى اللي حسيت بيها بالحب وانت طفل. كان شعور نقي وكنت بتعمل حاجات هبله وعبيطه كتير وقتها. نفس قصه جامبل وبيني اللي بدات بعبط وغلطات كتير جدا، معظمها من جامبل بس هنعديها. لكن الجانب الجيد في الموضوع ان قصتهم عميقه جدا وهتعلمنا حاجات كتير. بس على رغم الغلطات اللي مازال جامبل بيعملها، هل علاقتهم هتستمر ولا زي كل مره بتفشل؟ وده اللي هنعرفه. فقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. في البدايه كان في توتر شديد بين جامبل وبيني، وكان واصل لدرجه انهم ممكن يكرهوا بعض بسبب الحاجات الغبيه اللي كان بيعملها جامبل، زي الحلقه اللي كانوا فاكرين فيها ان العالم هينتهي. بيروح جامبل يتقدم لبيني علشان يتجوزها. المهم القصه دي كلها بتبدا لما الولاد بيقرروا انهم مش هيعبروا البنات ويعتبروهم شيء مقزز، وانهم مش هيكونوا معاهم صداقات نهائي. بس بتقابلهم مجموعه البنات، وبيني بتطلب من جامبل بالتحديد يجي معاها علشان يروحوا المطعم المدرسه. جامبل مش بيكون مصدق نفسه بس بيرفض علشان يثبت لطوبايس وداروين انه مش مهتم بالبنات نهائي. بس في الحقيقه جامبل عايز يروح، بس بيتصرف ببرود امام اصدقائه، وبيني بتكون عايزاه هو اللي يبادر. وبيفضلوا في نفس الدايره دي انهم مش عارفين يقولوا اللي هم عايزينه. بس في النهايه جامبل بيروح لمقر البنات من غير ما حد ياخد باله، وبيبداوا يعرفوا يتكلموا. وجامبل بيتخيل نفسه في الفضاء من كتر الفرحه اللي هو كان فيها. لكن بتتسرب معلومات للولاد ان جامبل راح للمقر، فبيجي بنانا جو وبيقطع الشجره، وبتنتهي اللحظه السعيده دي بنهايه كارثيه. برغم ان اللحظه انتهت بس كانت حقيقيه جدا، وجامبل لاول مره بيعرف يتكلم بحريه مع بيني، والامور بتتحسن بينهم بعض الشيء. لكن الحاله دي مش بتستمر، بيرجع التوتر بينهم اسوأ من قبل كده. بتعمل اخته توبايس حفله عندها، ومن شروط الحفله انك تحضر مع حد. جامبل بيكون عايز يقول لبيني لكنه بيحس بخجل، فبيرفض الفكره تماما، وبيقول انها بس مجرد صديقه مدرسه، لكن العكس من جواه. فبيختار تينا ريكس تروح معاه. مش عارف هو عمل ايه في حياته علشان يقرر حاجه زي دي. في الناحيه التانيه بيني بتكون لسه مستنياه علشان هو اللي يبادر، فجامبل مش بيبادر وبيروح مع تينا، فهي كمان بتعاند معاه وبتروح مع هيكتور. وبصراحه اختياراتهم موفقه جدا، لكن بيتكلموا مع بعض في النهايه وبيصلحوا الموضوع، وان كل واحد فيهم كان خايف يطلب من التاني، وبيقولوا خلاص يلا نصلح ده. وجامبل بيخش في نفس خيال الفضاء تاني، ودي حاله بيبقى فيها جامبل كل ما بيكون سعيد، وبالاخص مع بيني. لكن للاسف اللحظه بتتقطع بسبب بريتشر. الموضوع بيكون نوعا ما مش مفهوم بينهم، مجرد مشاعر اطفال مليانه توتر وارتباك وامل ان الشخص التاني بيفكر فيك برضه. مفيش استقرار، وده بالظبط حب الطفوله. المهم الموضوع بيكمل مع جامبل لما بيني بتطلب منه ينزلوا مع بعض. بيكون جامبل مش مصدق نفسه وطاير من الفرحه. بياخد نصايح من نيكول، ونصايح هتوديه في داهيه من ريتشارد، وبيتدرب على الموضوع مع داروين وازاي يتعامل معاها، وكمان مع انيس طريقه الكلام والادب معاها. لكن لسوء حظه لما بيوصل لبيت بيني بالبدله الغريبه اللي شبه بدله توم دي، بيكتشف ان الموعد ده هو عزاء لشخص غالي مات عندهم، وهو مستر كاتلس. جامبل بيقول لها الله يرحمه، جدك ده كان راجل في قمه الاحترام. بيني بتقاطعه وبتقول له مستر كاتلس ده العنكبوت بتاعي. جامبل بيكون هيشتمها وبيقول لها انتوا شويه مجانين، وبيكون عنده فوبيا من العناكب، فلما بيشوف صورته بيزعق وبيدمرها، وده بيخلي شكله محرج جدا وسطهم. وعائله بيني كلها بتكون غاضبه منه. بيحاول جامبل يصلح موقفه، فبيخش الحمام بيلاقي العنكبوت بتاعهم وهو ما كانش ميت اصلا، فبيحاول يثبت انه بيحب العناكب، فبيقرب منه والعنكبوت بيلدغه، وبينتهي بيه الامر في المستشفى. وبيني بتيجي وبتسامحه على اللي حصل منه، لانه رغم غبائه وكان بيعمل كل ده وبيحاول علشانها. جامبل لغايه دلوقتي بيحاول يعرف ازاي ممكن يتكلم مع بيني زي البني ادمين من غير احراج ولا حد يقاطعه. اليوم ده نيكول بتكون معاه في المدرسه، وبتسمعه وهو بيقول له داروين على بيني، فبتقرر تساعده وتتصرف هي. بتروح تقول لبيني انه معجب بيكي وعايز يكلمك، وبيكون جامبل في موقف محرج جدا، وبسبب كده بيقول انه بيكره بيني وعمره ما هيعجب بيها، وده بيدمر بيني حرفيا. وبتمشي. نيكول بتقدم نصيحه تانية لجامبل، لكنه بينفجر فيها وبيقول لها انه مش محتاجها معاه، لان النهارده كانت مخليها اشبه بالطفل في المدرسه. فبتقرر نيكول تنسحب وتسيبه يتصرف هو لوحده. بس بعد 5 دقايق جامبل بيكلمها تاني، وبيقول لها انه معجب فعلا ببيني، وبيطلب منها تيجي تساعده لانه دلوقتي بوظ علاقتهم. وبيقرر جامبل انه يشترك في عرض التشجيع علشان يبهر بيني ويثبت لها انه يقدر يهزمها في لعبتها. وفعلا جامبل بيعرف يتقبل رغم انه اتفشخ حرفيا، بس في الاخر بينجح في ابهار بيني، وبتدرك بيني انه بيعمل كل ده علشانها، فبتقرر تسامحه. واخيرا جامبل في اللحظه دي بيقول لها انه فعلا معجب بيها، وبتاخده نيكول وبتمشي. البطل الحقيقي للموضوع هنا هي نيكول، اللي كانت عارفه امتى فعلا تتدخل وامتى تنسحب بالرغم من الكوارث اللي عملتها، لكنها في النهايه بتنجح تصلح لجامبل الموضوع. جامبل من بعد اخر موقف مع بيني بقى معجب بيها بشكل اوفر شويه، على الرغم من انه عارف ان بيني مقتنع بيه وبيتبادلوا نفس الحاجات، بس برضه بيحاول يثبت لها انه يستحق كده، وانه مازال عايز يثير اعجابها. النوعيه دي اللي شبه جامبل بيكون عايز يفضل يطارد على طول لحد ما يكسب، وتنتهي هنا قصه حبه. ما علينا بده. المهم بيجمع جامبل وبيني مشروع عن العصور الوسطى في المدرسه. بيعرف جامبل ان والد بيني اللي اسمه باتريك حرفيا مش طايقه بسبب انه خايف على بيني منه، لان جامبل ما شاء الله باين عليه الذكاء والحكمه، فطبيعي يخاف عليها منه. فجامبل برضه بيحاول يثبت لوالد بيني انه شخص زي الفل، وبيقعد يلزق فيه ويعمل حاجات فاكر انها بتساعد باتريك وان كده هيحبه، لكن بتكون العكس تماما. هي في الحقيقه بتزعجه مش اكتر.
بيجي كمان توبايس علشان يتحدى جامبل ويفوز بقلب بيني، فبيخشوا في نزال علشان يعرفوا مين هيكسب ويستحقها. بيني بتقعد تقول ان توبايس مش عاجبها وكمان النزال ده مش مهم ليها، سواء جامبل كسب او خسر فهي هتعمل المشروع معاه. لكن جامبل حابب انه يكون في تحدي ويفوز ببيني، هو مش حابب الدنيا تكون مستقره، هو عايز يعيش في دراما، كل شويه يدخل تحدي ويكسب الجايزه اللي هي بيني. المهم وسط الصراع اللي بين جامبل وتوبايس بيكون باتريك داخل عليهم بالعربيه وبيلاقي بيني قدامه. جامبل بتلقائيه بيقوم ينقذها وده بيخلي باتريك اخيرا يحترمه ويحبه. وبعد الموقف ده علاقتهم شويه بتستقر وبتصاب جامبل بالغيره لما بيلاقي لازلي قاعد مع بيني، فبيقرر يروح علشان يدمره ويقضي عليه تماما ويخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه يكلم بيني وكمان يكسر فاسته. المهم بعد كده بيتغير شكل علاقة بيني وجامبل وبتنتقل لمستوى تاني، وده كله بسبب كلمة واحدة. بيبدأ الموضوع بمسرحية، جامبل بيكون عامل دور الوحش. في نهاية المسرحية بيني بتختم الموضوع بكلام عميق شوية، فجامبل بيتوتر وبيتكسف وبيكون مش عارف يتصرف ازاي في الموقف ده، فبيديها في وشها والضربة دي بتسبب لبيني كسر في الصدفة الخارجية بتاعتها. وهنا جامبل بيعرف انها عايشة في صدفة وعيلتها كلها كده، وبيكون مش عارف يسامح نفسه ومستاء بسبب اللي عمله رغم انه كان مش قاصد. فبيروح معاها ووالدها بيشوفها وبيتعصب جدا. اللي لاحظته انه مش بيسأل بيني عن حالها لكنه بيقول لها انها غلطانه وانها مش عارفه هي عايزه ايه. والد بيني باتريك هو شخص غبي يعتبر حابس بيني جوه صداقتها. بيني لما اتصابت اول شيء فكرت فيه هو والدها بسبب خوفها منه وبيلومها. في اليوم ده كان جامبل بيلوم نفسه على اللي عمله وحزين جدا ان المفروض البنت اللي يحميها هو اللي اذاها، وبيقعد يعيط. بتجيله بيني وبتطمنه انها بخير، لكن المشكله ان والدها هينقلها من المدرسه. جامبل بيحاول يحسن موقفه فتقريبا بيقول كلام سمعه بالغلط من حد. Be yourself. Come out of your shell. وبيني بتسمع كلامه وبتظهر بهيئتها الحقيقيه. جامبل ما كانش يعرف كلامه هيعمل ايه فبيكون مصدوم ومش عارف يتكلم. بيني بتلاحظ انه ساكت فبتفسر ده انه كده شايفها وحشه، وكان اللي احسن لها فعلا انها تفضل في الصدفه بتاعتها. بيني بتتحول لكذا شكل تاني وكل شكل كان بيفسر حالتها، زي الوحش ده اللي وصفت بيه نفسها، والارنب لما كانت خايفه، والبتاع اللي شكله وحش ده لانها كانت فاكره نفسها بشعه. جامبل بيطاردها، ولما باتريك بيكون فاكرها وحش جامبل بيدافع عنها وانها جميله وبيطلب منه يقذفه بالسياره. جامبل مش بيوقف ملاحقه لبيني عشان يقول لها احساسه ومش بيفقد الامل في ملاحقتها حتى بعد لما بتيجي شركه مكافحه الحشرات وبيني بتطير بعيد وبيقتحم بيت بنانا جو وبيفضل برضه وراها لحد ما بتوصل للغابه في هيئه ذئب. وبتسال جامبل سؤال، جامبل بيقول لها هنا بيني بترجع لهيئتها الحقيقيه وهي مش خايفه، حست فعلا بالامان بسبب جامبل. وبتنتهي الحلقه بنهايه سعيده حتى ريتشارد بيتاثر بيها، وبينتهي هنا عجز جامبل من مواجهه بيني وبيكون مرتاح اكتر في الكلام معاها. وبيني كذلك بتظهر حقيقتها قدامه وبطلت تختبئ بسبب خوفها من الرفض. جامبل دلوقتي محطوط تحت ضغط اكبر لان بسبب عقده النفسيه ما زال عايز يبين لبيني انه افضل اختيار ليها ويثبت انه فعلا يستحق. فبيلبس لبس حلو وبيغير تسريحه شعره علشان رايح يشوفها، والموضوع ده بيأثر على داروين لان جامبل بدا ينطر قبل كاش علشان يشوف بيني، وده بيخلي داروين يزعل. الناحيه التانيه بينزل جامبل مع بيني ومع حيوان مستر براون، وبيسيب داروين في البيت بيكلم نفسه. بياخد جامبل بين الحيوان ده عشان يثبت انه قد المسؤوليه وهيقدر يربيه، وده بيساعده انه يرجع علاقته مع داروين زي الاول. الحلقه دي ملهاش علاقه قوي بجامبل وبيني لكنها بتورينا مدى تأثير الموضوع على الناس اللي حواليك. علاقة جامبل وبيني بتكون ما زالت مستمرة، والوحيد اللي عايزها تنتهي هو داروين لأنه حاسس بالغيرة جدا من بيني علشان واخدة جامبل منه. أكيد يعني داروين مش عايز يتجوز جامبل مثلا، بس واخدة منه كصديق، وإنه بالنسبة له صداقتهم كده بتنتهي. وبيقعد يبوظ كل حاجة بين جامبل وبيني، وده في الحقيقة بيخلي جامبل وبيني ينفصلوا المدة. ده بيخلي جامبل حزين، وداروين بيحاول يصلح الوضع فبيعمل نفسه بيني علشان يفرح جامبل، وبيعمل له ميعاد معاها علشان جامبل يتقدم ليها ويخطبها. لكن كل حاجة بتبوظ، وبيني بتقول له احنا لسه 12 سنة وبيتجوز في الاخر داروين. في الحقيقة بتكون حاجة أشبه بالصلح بينهم، مش بيتجوزوا بجد يعني. وبتبدا علاقه بيني وجامبل تنهار، وده لان بيني بعتت لجامبل ايموجي قلب واحد بدل 3. وهنا جامبل كان لازم يعرف ايه السبب. لا ده اكيد في حاجه، بيني في العادي بتبعت 3 ودلوقتي 1، فالسبب ايه؟ بيفكر جامبل انها زهقت منه وهتنفصل عنه، لكنه بدل ما يسالها بيبدا يخطط ازاي يخلي بيني ما تزهقش منه. بيبدا الامر لما بيبعت رساله غامضه لبيني ويخليها تروح للموت. هناك الناس بتتجنن وبيقعوا كلهم وبيبداوا يغنوا اغنيه مع بعض. بيني بيعجبها الامر شويه لكنها بتكون متوتره لانها مش فاهمه حاجه، وبتروح تركب الباص مع روكي اللي بيقول لها قصيده رومانسيه قبل ما يعمل بيها حادثه في المدرسه. وبيكتب جامبل رساله مشفره ليها على السبوره بيقول لها تروح فيها للصحراء، وبترجع عايزه تاكل اي حاجه فبتاكل ايس كريم لكنها عندها حساسيه منه. بس جامبل كان عارف ده وحطه ضمن الخطه، فكان حاطط لها دواء الحساسيه في الايس كريم وبيبعت لها رساله تانية وبيخليها تروح للغابه والحيوانات بتطاردها. وهنا جامبل بيكشف الخطه وبيعرفها ان عمل كل ده علشان بعتت ايموجي 1 بدل 3. وهنا بيني بتنفجر فيه وبتطلب منه يبطل يتصرف بشكل مبالغ فيه لان كل حاجه بيعملها علشان يسر اعجابها، لكن هي بتقول له اتصرف
بيتصرف بطبيعيه بعد كل المجهود اللي عمله. وفي الحقيقه بيني كلامها صح، لكن برضه تعب جامبل يتقدر، اللي غالبا الموضوع بينهم مستمر بسبب مجهوده وشغف جامبل في كل حاجه بيعملها. وهنا بنعرف ان بيني اثرت بشكل كبير على جامبل، وكمان على علاقته مع داروين وباقي الناس، من شخص بيقول انه مش مهتم ببيني لشخص بيعمل كل ده علشانها. فهل التغيير ده كان سلبي ولا ايجابي؟ قول لي انت في الكومنتات. وبس دي نهايه الفيديو، سلام.